الام هي بالام تكون المهنه تاعها تستدعي انها نقول لك باللي شوفي الاخت امينه كاين بزاف اشياء بزاف اخطاء كوالدين رانا نطيحوا فيها بلا ما نحسوا بلا نطيحوا في الاخطاء. ونعاود نسترجع روحوا للجانب المادي جماعه، روحوا للجانب المادي، سقسوا روحكم اسكو في العلاقه بيني وبين الابن تاعي راه طاغي الجانب المادي ولا لا؟ لانه الطفل كيما تعلموا وكيما تدربوا يبقى. هذه واحده. ثانيا نعاودوا نروح للاطفال اللي ديجا سايدربوا على الماده وكبروا واستدركوا انهم عندهم حرمان عاطفي. يقول لك كاين اطفال تقول لك احنا متوفرين لنا كل شيء لكن ما يعلمونا ما يهضرونا. صح يحوسوا غير يشيشرونا، يحوسوا غير شخصكم، ولا شحال من نقطه ولا شحال معدل. كاين اللي تقول لك تكره من هذه النقطه خاصه المتعلقه بانه الام تاعي والاب تاعي يحضر غير نهار نهايه الفصل ولا نهايه الدراسه واش جبت معدل، فقط تم اللي نحس يتكاكل بلي عنده بنت ولا عنده ابن. هذا كذلك كان بين الامور. هذه ماشي سلوكات خاطئه، هذا الواقع. هذا الواقع. الوالدين ماشي يهبلوا، راهم يتشوكاو. يليق يجيب لي انا يربط يعني حنا نقولوا باللي ملك الابن، الوالدين يولوا يحسوا باللي الابن هذا ملك ليهم وكيعلموه يولي ملك ليهم. الابن كي يكبر يولي يحس الوالدين ملك ليه. بعد يقول لك علاه انت ربيته على انه هو ملك ليه. صح. ما صنعتوش الشخصيه تاعو. ما حوس تساعدوا. هذه وحده. في حاله ما نعاود توجور الامينه نعاود نرجع على اساس انه يكبر ويولي عنده هذا النقص ولا الحرمان. شنو يدير؟ ما يعاودش يلوم الوالدين تاعو، يروح يستدرك هذا، يعاود يسترجع الاشباع العاطفي تاعو بذاته. صح. يعني ما كاش حاجه مستحيله. ما كاش حاجه ما عرفناش الحصه الجايه نقدر نكون حاضره ولا ما نقدرش نكون حاضره ولا نعاود نديروها ولا ما نعاودش نديروها. انا باغي نعطي نقطه مهمه. تفضل. مهمه هو انه الانسان الوالدين قبل ما يولدوا عندهم دور، وكي يولدوا عندهم دور، وكي يكبروا ولادهم عندهم دور. نعاود نقول لهم التربيه تبدا من الوالدين اللي ديجا عندهم حرمان عاطفي. صح. نروحوا الوالدين عندهم ديجا حرمان عاطفي. شا يدير من يولدوا؟ سي باسكو اللي قال لي نولد، اللي يولي عندي ولد ولا الماده قال ولدت مانيش عاقره ولا نجبت نربي ولا للمجتمع دائما. للمجتمع اكزاكتومون. هنا خصني نقوم بالدور تاعي كوالدين. الدور تاعي كوالدين كي نشري له ونجيب له ونعلمه ونولفه وكاع دائما نربط له بالجانب العاطفي. يعني انت لا بغات وخر كاع تصوالح وخر. انت كابن انت حبيبي. انت حبيبي انا. انت حبيبي انا. انت ما تقرا ما دير ما ولا انت حبيبي كيما راك حبيبي كيما انا حبيبتك. احنا حبايب، يعني احنا حبايب. صحيح. هذا المعلومات كي الطفل يبدا يطلع بها يبدا ما يحوش. شوفي الطفل يدخل ما يصب حتى حاجه ما ياكل ما يصبش كاع. الام تاعو موفرت له الماكله وكاع، يقولها ها اليوم ما ناكل والو. تقول لها روح كل بوسه. اي روح انا ثاني ما عنديش انا. تقول لها شا جاب لك نطيبوا في رحبه نديروا في رحبه انا درك نعينوا مشاركه. شا جاب لك نديروا انا وياك حاجه ناكلوا حبه بيض ونقعدوا ونجيبوا. تبانوا بلي طيبت لها المشوي. صح. لكن تدخل تطيب وتوجد ومن بعد وبالتعب ومن بعد قيس له تفصيل وبعد خلاص فوالا ما يستمتعش بالوجبه. ومشي نتوما وانا ما نطيبش وانا عييت وانتوما راكم تعيطوا. صح. فوالا ما كاش يحسن عاوني وما كاش صاي هنا صاي. ومالك في النقطه بالذات قالت الطفل كي يكون عنده قاعده في التربيه، قاعده سليمه ما نخافوش عليه. بصح قاعده سليمه شكون يمدها له؟ هي كنت تحدث في تعليقات عديده على انه الام والاب التربيه بالقدوه والوالدين ودورهم واهميتهم في هذه النقطه بالذات. شوفي الوالدين احنا رانا مستعرفين بلي الوالدين هما الركيزه. نعم. انا الوالدين كان السنوات اللي فاتت كنا نديروا في حصه ما نعرفش يقال عليها كسموها تاع الوالدين واختيار الوالدين يعني كنا نجيبوا بلي التربيه الصحيحه تجي من قبل ما يتزوج الانسان. صحيح. دروك الا كان هذا الشخص مريض نفسيا والام مريضه نفسيا
ما نقولوش باللي باسكو هما امراض نفسي ولدهم خصهم يكون مريض نفسي. شوفي ما كاش قاعده عامه، صح صحيح، ما كاش قاعده عامه، كاين مشكله عندها الحل تاعها. كي نقولوا حرمان عاطفي عنده اشباع عاطفي، كي نقولوا اشباع عاطفي خاصو يكون الاشباع عاطفي، ماشي الاشباع المادي. نسقسي اسكو هذا راه اشباع عاطفي ولا اشباع مادي؟ تقول لك الوالدين تقول لك انا ماني خاصهم حتى حاجه ولادي، نديهم نشري لهم نجيب لهم نوصلهم ندير لهم يعني كل شيء صح. تعد اسكو تهضري معاهم واه نهضر معاهم نسقسيهم باش تسقسيهم تقولي نقول لهم شقرتوا لهم شدرتوا ياي اسكو تقول لهم واش راك تحس؟ والله ما نتعاملش معاه. كي عرفتي بلي كاين عاطفه، كي عرفتي ولدك شرا يحس، كي عرفتي ولدك بلي راه زحفان ولا راه فرحان ولا راه يحس بلي عنده نقص، كي عرفتي. في هذه النقطة بالذات في الدقائق الأخيرة المتبقية في قضية التقرب من الأطفال في إحساسهم في مشاعرهم على قضية واش راك تحس. صديقتي اللي كانت الابن تاعها عنده امتحان شهادة البكالوريا، وعد ما نصحته بالاستشارة باش يجي لعندك من بعد حتى خرج وما يهدرش بزاف على أحاسيس الأم تاعو. فعند ما خرج قال لها انه عرفت المشكله تاعي، انا عندي مشكله في الثقه بالنفس ناقصه عندي، اللي كان عمره ما قال هذا الاعتراف. فالجلسه خلته يستعرف لانه عرف يخرج الحاجه اللي عنده وخدم عليها. كانت